في كل بيت فيلي مقعد شاغر وصورة باهتة تجسد غيابا طال العقود. 23 ألفا من أنقى أبناء العراق غابت آثارهم قسرا، بلا محكمة، بلا وداع، وبلا قبر معلوم. الإخفاء القسري ليس موتا عاديا، بل موت بلا ختام، وجرح بلا شفاء، وسؤال يطارد الأحياء كل يوم. بأي كلمات يفهم طفل إن أباه لن يعود؟ وبأي عزاء تقنع زوجة أهدرت عمرها بالانتظار إن الأمل قد انتهى؟ سقوط النظام أعاد الأمل بالعثور على أثر في المقابر الجماعية، لكن كثيرا من العائلات ما زالت تبحث بلا جواب. مضت 22 سنة على سقوط الصنم، وملف المغيبين الفيليين ما زال ينتظر عدالة مؤجلة. وبرأيكم ما الخطوة الأولى التي يجب أن تبدأ بها الدولة العراقية لإنصاف ذوي المغيبين ماديا ومعنويا؟